شارع التانكي باختصار. عم يوصفوا الشارع كاملا بهذا الحدث. لا، نحن بدنا نحكي عن هذا الحدث. نحن ما بنعرف شو بيصير فيه عادة، بس نحن بدنا نحكي عن هذا الحدث. في بنت عم تمشي ومجموعة من الآفات المسعورة. ممكن إذا بدكم توصفوهم كلاب مسعورة، بس أنا لا، أنا زلمة مؤدب ما بدي أوصفهم هيك أبدا، ولكن بتفهم الحدا اللي رح يوصفهم هيك. الازدحام صار، عملوا ازدحام بالشارع بس كرمال انه بدهم يتكالبوا عليها للبنت. بلشت مشاعر غريزة الشبق تسيطر عليهم. هاي كلها على مود بليل. بعدين صارت البنت تهرب. بعدين هذا الحمار يا إلهي شو انك حمار. يعني بده يروح على اليمين، مع انه هي راحت على اليمين. فشوفوا بده يروح بطريقة انه ليك انا اول واحد، انا شبق اكثر منكم، انا درجة الشبق عندي مرتفعة جدا لدرجة انه ما بده يخلي حدا يدخل على اليمين، هو اول واحد بده يدخل. فعمل هي يا إلهي شو انك غبي، خرب السيارة تبعه ليك. اوف بتستاهل الطم، البسها والله بخوف يا زلمه. تخيل سيارات هيك تدخل عليك بهي الطريقه، بخوف. ما بعرف ليش البنت مفكرتهم انه ما راح يأذوها، يعني انهم بس حركات تلطيش. طب والله هذا المشهد بخوف يا جماعه. يعني روحي تختبئي بمكان ما، روحي اطلبي مساعده الجيران. في يا إلهي شو عبالي أعرف شو الكلام اللي عم يصير بينهم. أوف بلشوا ينزلوا هذا من السيارة. No freaking way. 4 نزلوا من السيارة. يا طفيليات، يا وحيدات الخلية، تخيلوا انه في 4 في شي غلط احتماليا واحصائيا، في شي غلط. 4 خلينا نصيغها بطريقة اخرى. هاي السيارة عم تلاحق هاي البنت وعم يعاكسوها. عم نحكي الامور بطريقة لطيفة، يا وحيدات خلية، كلاب، شبقين الى اخره. الطف من هيك ما فينا نكون. بس هاي السيارة عم تلحق هاي البنت ليعاكسوها. بالاخير نكتشف انه موجود بهاي السيارة 4 رجال. عفوا انا اسف، عصبتكم، عملت ريج بيت، اسف. 4 ذكور قرود شمبانزيات. يعني كيف انتم بتكونوا 4 بسيارة على فتاة؟ سؤالي هو احتماليا احصائيا المفروض على الاقل واحد منكم يكون شايف انه يا اخي نحن اللي عم نعمله غلط، يا اخي ما بيصير. ال4 انتم بالصدفة موافقين على انكم تعملوا هيك. كيف صدف واجتمع 4 ولا واحد منهم فكر وحكى انه يا اخي نحن شو عم نعمل؟ شو هذا الغباء؟ شو هذا التقليل من اور كايند، من نوعنا كذكور؟ يعني هذا انا بحسه بهيني يا زلمه كذكر، انك عم تلاحق بنت بهي الطريقة. يعني كيف انت بتعملها؟ انا مش فاهم. ولسه هاد ليك عم يلاحقها، ولسه هاد عم يلاحقها، ولسه what the hell. لسه هاد عم يحاول يفوت فيها يا زلمة. شو هاد؟ اوه ايوه 4 1 2 3 4 5 6 على الاغلب. يعني هدول السيارتين اللي بالاخير ما بنعرف. بس كمية الهراء والشغلات المجنونة اللي عم تصير بهذا الفيديو. شوفوا هدول وقفوا هون بطريقة مخالفة، ما بصير انكم انتم توقفوا هون. هاد كان هون وعم يدخل من هون، هاد ماشي على الجهة المعاكسة للشارع، المفروض يمشي على اليمين. وات يا للعار يا زلمي، يا إلهي شو مخزي ومقرف. ليك هلا جاي هاي السيارة من هون كمان عملوا عرقلة ومدري شو. ياخ ياك عم يعطيه تلطيشات بالضوء. لا الساعة 4 الفجر، 4:30. مش قديش طالع تمشين بشارع التانكي ولا؟ عدها جزء اعمال التزامات. هدول عم يتمسخروا على البنت. ارجع اسمع. الساعة 4 الفجر، 4:30. مش قديش طالع تمشين بشارع التانكي ولا؟ ليش طالعة تمشين الساعة 4:30 الفجر؟ عدها جزء اعمال.
عندها التزامات. انت شو بيعرف، انت شو بفهمك يا زلمه؟ انا اللي بفهم بهي الامور. انا بعد سلموني الميكروفون، انا اللي فاهم كل شيء. عندها التزامات. انت شو بفهمك بهي الشغلات؟ يعني شو طالع تعمل 4 الصبح؟ اوكي هلا فهمنا. لكن منيح اللي حكيتوا لنا يا رجل، لان انا ما كنت فاهم. المشكله بالبنت يعني ابدا، مش المشكله فيهم لهدول الكائنات اللي عم تتحرك بدون دماغ، عم تتحرك عن طريق وقود الشباقه، مثل الحيوانات. يعني حرفيا مثل الحيوانات. يعني لما الحيوان بتصير عنده هي الغريزه او هذا الشعور، بصير ما بيتحكم، بصير شو بده، بصير بده انثى يروح ينط عليها. هذا اللي بيصير فيه. بصير دماغه يعني ما عنده دماغ يتحكم فيه. فهنهم صار فيهم هيك معذورين لانهم حيوانات. اوكي هلا انا صرت بوافقهم الراي. انه ما بصير تكون طالعه الساعه 4:30 الصبح، ما بنعرف وين طالعه، يمكن شغلها، يمكن هيك. بس اخي طالعه مشوار الساعه 4:30 الصبح، مشوار بمكان بعيد ولازم تروح بكير. بس هلا فهمت. طبعا لبسها كله الحق عليها بكل شيء. ليش؟ لانه هدول معذورين. ليش؟ لانهم حيوانات بتشتغل بدون دماغ. انا موافق اذا هدول حيوانات بتشتغل بدون دماغ، انا موافق انه نحاسبها لها. مثل مثلا انا لما بكون انا بعرف انه هاي المنطقه فيها قطيع من الكلاب، اذا مشيت بهاي المنطقه وهجموا علي الكلاب، رح تلوموهم للكلاب؟ ما حدا رح يحاسبهم. ليش؟ لانه كلنا بنعرف وكلنا متفقين انه الكلاب ما عندهم عقل، وهن عباره عن حيوانات، وانا اذا مريت بهذا الشارع رح يهجموا علي. كلنا بنعرف هذا الموضوع. فوقتها رح تلوموني لانا شادي شو كنت عم تعمل بالزقاق اللي موجود فيه الكلاب. وقتها رح احكي لكم معكم حق، لانه انا ما فيني اجيبهم للكلاب وحاسبهم. فاذا كان هذا اللي عم نشوفه نفس الشيء، اذا موافقين انه هدول عباره عن حيوانات، انا موافق نحاسبها للبنت. اكل زامات شوف. لك انا بابا الشارع بعد الفرق صار بيه. يا اله، لسه هاد غير اللي انضرب دولابه. حال يا الخليل. هذا ما راح ياخذ الفيور. لك يا إلهي شو مخزي وشو شو انكم عار على الذكور، عار. يا إلهي شو مقرفين. كلهم لحقوها كلهم. هلا هون الجزئية اللي الكل بيحكي فيها انه هي طلعت مع واحد منهم، ولكن هذا الشيء مش صحيح على الأقل بالمعلومات الموجودة. ليش؟ لأنه هاي السيارة غير تماما كل السيارات اللي كانوا عم يلاحقوها، وفيكم يعني واضح الموضوع يعني شوفوا شايفين شكلها لهي السيارة، وشايفين كيف هيك الخطوط اللي موجودين هون غير تماما كل السيارات التانيين. يعني السيارة الوحيدة اللي ممكن نحكي انها بتشبه هاي السيارة هي اما هي، وهي واضح تماما انه ما بتشبهها، او هي، وهي كمان ما بتشبهها. ليش؟ هلا افرجيكم ليش. لان شوفوا لما اللي دخلت هاي السيارة، شايفين الشباك هون، شايفين كيف هذا الاطار الفضي، وهي الزاوية الحادة شايفينها، بالاضافة كمان من وراء ما في اطار فضي. شوف السياره اللي هي كانت فيها، شايفين ليك ما في هذه الزاويه الحاده، ما في زاويه حاده، شايفين. فهي كتير ناس عم تحكي انه هي طلعت مع هداك او واحد منهم، ولكن لا، واضح هي سياره مختلفه. في ناس ثانيين صاروا يحكوا انه هي حدا من اهلها اجى اخذها والى اخره. هلا الشيء المثير للاهتمام انه هي كانت هون، انه هون لساتهم هنن عم يتبعوا وراها وعم يلهثوا. فهي شو صارت تعطيهم؟ هي صارت تعطيهم حركه الميدل فينجر. عطتهم حركة الميدل فينجر. اوكي، شيء مقرف جدا. يعني انا لو بكون واقع بهيك شيء فخلص، المهم اني نجوت، خليني روح لبر الامان، ما بيهمني انه روح رد لهم اياها. ولكن من جهة تاني، مثل اي حدا صار معه شيء معين، فهو كمان يعني مثل كنوع من استرداد الموقف اللي حطيتوني فيه، كنوع من هذا الافتراس اللي كنتوا عم تحشروني فيه، كنوع من هذا الذل والشيء المخزي اللي حطيتوني فيه، عم ترد. عرفت شلون؟ مثل ما حدا بيسب عليك ترجع بتسب عليه، انه كنوع من استرداد لها. فانا فاهم ليش هي عملت هاي الحركه، بس ستيل حركه مقرفه. ولكن مش هذا المهم ليش التركيز كله على البنت وتاركين هدوك المقرفين. هذا المهم. شادي لا تحط نفسك بنفس البنت لو سمحت. انا ما فيني يكون بمطرح اي حدا بيصير معه شيء سيء، الا اذا انا اختبرته بحكي انه انا اختبرته، بس ما فيني يكون مطرح حدا صار معه شيء سيء انا بحياتي ما اختبرته، لانه اكيد ما راح افهم الشعور 100%. بس انا عم احكي بنسبه تقريبيه. الشرطه مسكت جزء منهم، اوكي، كفو والله كفو. الفكره اللي انا مش فاهمها انه كيف هدول الذكور كلهم بيجتمعوا انهم يعملوا هيك. مش فاهم ابدا شو هذا القطيع يا زلمه. يعني ولا واحد فيه هيك ذره من العقل انه يحكي انه ستوب، ما بصير يكون في هيك. طبعا خلوني افرجيكم كمان شغله. يمسكوا يلا يصور مستفز. هلا منيح اللي يصور مشان نعرف شو عم يصير. هاد انا احد ضحايا شارع التانكي.
احد ضحايا يا ضحية انت. فهذا صديقنا من الواضح انه هو واحد من هدول السيارات، اللي هو صاحب هاي السيارة اللي انتزع دولابها بنشر. انا احد ضحايا شارع التانكي. ابو السنة اللي طب الطسه وما حصل شيء بالاخير. حرام يعني اشعر بالحزن وعشوي رح ابكي بسبب اللي صار معك. ضحية وما حصلت شيء، الاخير ما حصل شيء، كان حابب يحصل شيء. المشكلة شلون كانوا فايتين كلهم بالسيارة والسائق شفته ما شاء الله. انت تعرف انا قارت على البنية بالبداية بس تفاجأنا بحركتها الاخير. ما فهمت والله، ما فهمت شو هذا. ابو السنة اللي طب الطسه وما حصل شيء بالاخير. المشكلة شلون كانوا فايتين كلهم بالسيارة. ما بعرف از ذس ا جوك، هل هي مزحه، هل هذا عم يحاول يكون ميم، ولا هو فعلا هاد اي دونت نو. بس تخيلوا يعني اصدقائي الفتيات، تخيلوا انه شاب هيك وسيم مبين مرتب، تخيلوا عم يبدر منه هيك تصرف. فتخيلوا انه اي حدا ممكن يعمل هيك حتى لو كان مبين شكله مرتب مؤدب لطيف الى اخره. ليك عم يحكي بهدوء، عم يحكي بلطافه، وعم يحكي بطريقه انه هو فعلا مظلوم، انه انا احد ضحايا شارع المدري شو. والله ما حصلت شيء بالاخير. والسائق شفته ما شاء الله. انت تعرف انا قارت على البنية بالبداية بس تفاجأنا بحركتها الاخيرة. صدمة كانت للشعب العراقي. والله حركة الميدل فينجر اللي عملتها صدمة كانت للجميع. يا ريت لو انه كان بالفيديو في شيء بيصدم اكثر من هيك. يا ريت لو حدا بالفيديو عمل شيء صادم اكثر من الحركة اللي هي صدمتها فيها. وات ما نعرف اختارت على اساس شنو البنية. ليش اختارت هذا بالاخير؟ والله نايب قسر. عم يحاول يمزح تمثيل. ما والله مين هاد هو كان معه هيك على اساس انه هو كان معهم. وات اكيد ميمز مستحيل حقيقي يعني. ما بعرف لانه هي ما طلعت مع حدا منهم. من جهة تانية صح هاد كيف بيعملوا معه مقابلة، يعني انه مش فاهم نحن كيف بنجيب واحد عامل هاي الشغلة مان يعني اوكي BYD من يجي على BYD او على السني، من يجي عليهم ذولا؟ ليش متفاجئين انتوا اصلا؟ خلينا نحكي جد، شيء جديد غريب اول مره يصير. اذا هيك عادي، اذا مش اول مره بيصير ودائما بيصير انه الشباب يتصرفوا كالكلاب المسعوره، فخلص عادي، اصبح الموضوع منطقيا. ليش لا نوقفه؟ صح غريب. اصلا الفايكنج على هذا المنطق كانوا يغزوا، كانوا يغيروا، كانوا يغطوا، وكانوا يعملوا كتير شغلات سيئة، وكانت عادي ومش أول مرة بيصير ودائما بيعملوه. غريب ليش وقفوا عن الموضوع يا زلمة. غلط، عرفت شلون؟ لازم نتقبل. هلا إذا بيرجعوا بيعملوها لازم نتقبلهم. مرة يصير لا، هاي غريزة المنافسة حبيبي. غريزة المنافسة روح على قسم النصيب، روح هنيك اعمل غريزة المنافسة. غريزة شو طب انت كيف بتسيطر عليك الغريزة يا حيوان؟ هاي حكيتها، لانه الوحيد اللي بتسيطر عليه الغريزة هو الحيوان. هو من شافك هواية يريد هو يبرز، يريد هو يحصل. منافسة غريزة بشرية غريبة. ايش قد ما عم يبرر لنفسه ليش عمل هيدا الدخول المفاجئ لليمين وبعدين انخبطت السيارة وانبشر الدولاب، لانه هو كان عنده غريزة المنافسة يا اصدقاء. شو بكم؟ بده ينافس الثانيين، انه انا بدي ادخل اول واحد. هيدي المقطع تكتشف اشياء جديدة بي. والله شوف بالبداية منو اللي ركض ورا البنية؟ الطبقة الفقيرة. بالاخير منو كانوا؟ السيارات الفارهة. ولك انت قبلها يا حبيبي، مين اللي بده يسمع على هذا الكلام الهراء اللي عم تحكيه وانت عم تبرر الشيء اللي عملته بانه غريزة منافسة؟ شو بدك تسميها؟ سميها هيدي غريزة الحيوانات. يعني هي فعليا الحيوانات لما بدهم يتنافسوا على الاناث بيتبعوا هذا الاسلوب. بس ما فيك تجي تحكي لهم للحيوانات اذا بدكم تتنافسوا على الاناث لازم يكون عندكم شهادة جامعية، لازم يكونوا محترمين، لازم تكونوا عندكم بيت الى اخره، او بتجي بتعمل لهم هيك كويز لحتى تعمل منافسة مين بيحصل على هي البنت. ما بتجي بتعمل لهم هيك. ليش؟ لانهم حيوانات ما بيستخدموا طرق البشر بالمنافسة. انت بالمقابل بشري ما بتستخدم طرق الحيوانات بالمنافسة. ليش يعني الله عاملك بشري وعندك عقل، ليش انت حابب تكون حيوان وتروح تبرر بانه الموضوع غريزة المنافسة وتستخدم طرق الحيوانات بالمنافسة؟ ليش؟ انا مش فاهم. ولا جاي عم يعطينا انه تحليلات، عرفت شلون؟ انه الطبقة الفقيرة، الطبقة الغنية، ما ادري شو. كل ما تركز اكثر تحلل اشياء اكثر. هذا الولد اللي يصور لو متصل 911 اعتقد كان صار الموقف افضل. لا، يوقفون دوريات مال نجدة 24 ساعة لين حالات التحرش. طيب شو رايك اعطيك حل افضل من هاد كله؟ انتو لو ما كنتوا حيوانات ما كان في داعي لا هداك يصور ولا يتصل ما بعرف
شو الرقم اللي حكاه كمان حل ايزي بيزي. اذا بتوافقوا انه انتم حيوانات وقتها بنحكي انه الحل انه هي لازم تتبع على حالها وتحاول انها تهرب من هاي الحيوانات المفترسه، لانه هذا هو الشعور الطبيعي لما اللي بيهجموا عليك حيوانات مفترسه انك تهرب منهم. شو رايكم انتم يا اصدقائي؟ ما يخافون الله وش تنتظر؟ تماما 100%. معقول في ناس عم تدافع عنهم؟ بليز احكوا لي لا. هلا من الواضح انه الاراء متفاوته. شو هالاستفزاز؟ يس اي دونت اكفيتد نيت اي دونت نو. هذا الشارع او بغيره هي هوايه. انا احد ضحايا شارع التانكي. اوه ماي جاد يا حزين، قلبي 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 الصغير لا يتحمل. هذا لنشوف شو اراء الناس. لا كرامه لا رجوله، مو هم نفسهم اللي يصيحون للعالم محافظات؟ ما بعرف شو يعني. ابو السياره السوداء كان يمشي اخيرا واخر واحد وبالاخير هو حصلها. مش نفس السياره. السياره اللي هي طلعت فيها سياره مختلفه. نظريه الشاب العراقي. ما تعمم يا صديقي، ما تعمم، ما بنحب نحن نعمم. البنيه المو زينه هي فرصه يجب ان ينتهزها ويجوز له التحدث بها وإقامة علاقة معها، وهي تبقى مو زينة بس هو زين وابن عائلة. اوكي، احنا هنا ما عرفنا شنو البنية ولا مين ولا مبين بالفيديو تماما، بس شنو اللي يخليهم يوصلون لهالمرحلة، خصوصا البنية رافضة وما تريد. مدى افهم معقولة كل هالسيارات هيك مستقتلين عليها؟ anyways بالاخير يا اصدقائي كل هدول اللي عملوه عادي جدا. ليش؟ لأن المشكلة بلبس البنت لابسة شيء صار دماغهم عمل هون اوف وعمل هنيك اون، وما عاد فينهم وتحولوا الى كلاب تلهث وما عاد فينهم يتحكموا بنفسهم. فالمشكلة بالبنت. ممكن يحكي لي واحد بس يا ابو الشاد ممكن لو كانت فعلا مغطاي نفسها بشكل كامل والى اخره رح يضلوا يلحقوا. بحكي لك لا، المشكله هنن معاهم حق 100%، هنن امورهم تمام. المشكله هي شو لابسه. هذا هو الجواب الحقيقي. كلش كنت عم بحكيه هراء. ممكن يجي يحكي لي حدا بالتعليقات بس يا ابو الشاد بتعرف لانه نحن بعالم فيه التكنولوجيا فصارت كل الناس بتروح بتحضر شغلات عرفت شلون، مقاطع والى اخره على الانترنت، فصارت بتعرف كيف جسم البنات، صارت بتعرف شو عندهم البنات، صارت بتعرف وضعيات معينه للبنات، صارت بتعرف كثير شغلات عن البنات. فلو كانت مغطايه رح يكون الوضع أسوأ، لانه هن رح يصيروا يتخيلوها بالنسبه للصور اللي شافوها على الانترنت ولا المشاهد اللي شافوها على الانترنت، رح يصيروا يتخيلوها تخيل. فممكن يكونوا عم يتخيلوا شيء يحاكي فانتزي بالنسبه لهم لما بتكون هي مغطايه، بسبب انه هن مش مثل الزمن القديم. بالزمن القديم لما بتكون البنت مغطايه ما حدا بيعرف شو في تحت لحتى يجرب، بس هلا صار الكل بيعرف. حتى لو كانت البنت مغطايه، حتى لو ما شاف، فيه يتخيل. ولما اللي بيتخيل ممكن الموضوع يكون مختلف كليا، لانه هو الشيء اللي بده يتخيله رح يتخيل شغلات مثاليه ومثل ما بيشتهي. فيا ابو الشاد انت ما حليت المشكله. بحكي لك لا خالصين لبس البنت. ليش؟ لانه هذا اسهل شيء يبرر لهم لهدول، لانه للاسف في كتير ذكور بدهم يبرروا لنفسهم هي الافعال كرمال ما ينحكى لهم انه انتم حيوانات، فبيروحوا فورا بيعملوا شيفت، بيعملوا ازاحه انه مش نحن الغلط البنت هي الغلط. سو فريكين باثاتيك، مثير للشفقة. مش ضروري لبس، حتى لو كانت لابسة عباية كانوا عملوا نفس الشيء. شو انت كيف بتعرف يا علي؟ انت ما بتعرف كمان يا زلمه. خلص الموضوع سهل، لبس البنت هو الغلط وخالصين. صار فيهم يعملوا اللي بدهم اياه هلا.